الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. التقوى أيها الناس مصطلح قرآني، وهي تعني بكل بساطة فعل المأمورات واجتناب المنهيات. فكلمة التقوى عندما تسمعها وعندما يقال لك اتق الله لا تخيفك ولا تنزعج لها، فهي بكل وضوح أن تفعل الخير وتقدم عليه وتشارك فيه وتبتعد عن الشر وتنهى عنه وتمتنع من المشاركة فيه. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، نحن اليوم في عيد الأضحى المبارك، يوم الفرح والسرور، يوم التكبير والتهليل، يوم التضحية والفداء، يوم اجتماع المسلمين على ذكر الله وشكره. وهو يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه الحجاج ليؤدوا فيه معظم مناسك الحج، فيتقربون إلى الله بالعش والثج. فيه يرمون الجمرة الكبرى وينحرون الهدايا، فيه يحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت العتيق، فيه يسعون بين الصفا والمروة بسكينة ووقار. في هذا اليوم العظيم نتشبه نحن بالحجاج بطاعة الله والإخبات إليه بكل أنواع القربات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، إن هذا العيد يذكرنا بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ابتلاه الله بذبح ابنه إسماعيل، فامتثل لأمر الله ففداه الله بكبش عظيم. فكانت سنة الأضحية إحياء لهذه الذكرى العظيمة، والقرآن الكريم يصور لنا هذه القصة أبلغ تصوير. اسمع، يقول الله الكريم: فلما بلغ معه السعي، فلما بلغ أي بلغ إسماعيل أشده وبلغ مع سيدنا إبراهيم الذي كان ينتظر الذرية، فوهبه الله إسماعيل فبلغ معه السعي أي بلغ. أسلما معا، استسلم لله. إبراهيم استسلم لله، إسماعيل استسلم لله ولوالديه. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر. إن هذا لهو البلاء المبين. طبيعة الحياة التي نحياها أنها اختبار مزعج. الحياة امتحان موجع، قد يكون اختبارا بالبأساء، بالأزمات الاقتصادية،
كالجفاف وغلاء الأسعار، وقد يكون اختبارا بالضراء، الأمراض، الكوارث، الزلازل، وقد يكون اختبارا بالناس، يختبر الإنسان بأخيه الإنسان، الضعيف بالقوي، المريض بالصحيح، والغني بالفقير، والحاكم بالمحكوم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي اختبارا وامتحانا، أتصبرون أي اصبروا، وكان ربك بصيرا. الابتلاء لا بد منه لدعم الرجولات وإنشاء البطولات، فإن مواطن الراحة لا تصنع رجولة، والرخاء الموصول لا يكون معدنا صلبا. يقول أحد الحكماء: لا تسأل الله أن يخفف حملك، بل اسأل الله أن يقوي ظهرك. نعم أخي المؤمن، أختي المؤمنة، فعندما حاول طبيب الراحة والاستكانة والخمول أن يصل إلى بعض نفوس الصحابة، نزل الوحي ينبههم ويوقظهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن سيدنا إبراهيم اختبر اختبارا ليس سهلا، فتخطى العقبات وكتب من المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين. فصارت الأضحية وهي فعله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وهي فعله صارت سنة متبعة إلى اليوم. وليست الأضحية أيها الناس مجرد دم يراق، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إنما هي رمز لكل تضحية لله مهما كان الثمن غاليا وعزيزا. أيها الناس، فلنتذكر في هذا اليوم إخلاص إبراهيم لربه، فهو قدوتنا في طاعته سبحانه. وإبراهيم الذي وفى هو قدوتنا في توحيد الله: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولنتذكر تضحية ابنه إسماعيل، هو قدوتنا في طاعة الوالدين. الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر من قلدته أمر عبادك وبسط يده على أرضك وبلادك، أضعفنا الخاضع لجلالك أمير المؤمنين الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه أينما حل وارتحل، وبارك في ولي عهده سمو الأمير مولاي الحسن. اللهم أنبته النبات الحسن. اللهم شد عضده بشقيقه سمو الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد أسرته الشريفة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تول أمرنا واجبر كسرنا وخاطرنا، واجعل أولادنا صلحاء فضلاء علماء عاملين نصحاء. اللهم قيض قرناء صالحين وجنبهم قرناء السوء. اللهم وفقهم بدراستهم، احفظ امتحاناتهم وأعمالهم، واحفظهم أينما حلوا وارتحلوا. اللهم أصلح شبابنا مطمئنا، اللهم احفظ حدودنا وبرنا وبحرنا وجونا. اللهم من أراد تدبيره في تدميره، اللهم اجعل تدبيره في تدميره. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا ولقرابتنا ولأصدقائنا ولأصهارنا ولجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.